في تطور غير مسبوق أصبحت كاسيا الزوجة الثالثة لرجل الأعمال الإماراتي البارز الشيخ عبد العزيز الهاجري محور حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل بعد تقارير تناولت حجم إنفاقها الكبير خلال الأشهر الأخيرة. فقد كشفت مصادر مطلعة أن كاسيا أنفقت قرابة 200 مليون درهم في فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك بشراء أسطول من السيارات الفاخرة والنادرة تجاوز عددها 37 مركبة، بينها طرازات محدودة مثل بوغاتي كايرون ولامبورغيني سيان وفيراري، إضافة إلى نسخ فريدة لا مثيل لها في العالم. ووفقاً لتفاصيل تداولتها بعض الصحف، فإن عدداً من هذه السيارات تم تخصيصه بلمسات حصرية، من بينها نقوش خاصة باسمها وأحجار كريمة وزخارف من الذهب الأبيض، ما دفع بعض المحللين إلى وصفها بأغلى مزاج نسائي في دول الخليج العربي. وبين الاتهامات بالإسراف والإشادات بالتميز، تبقى كاسيا حديث الساعة وواحدة من أكثر الشخصيات تداولاً في الأوساط الإعلامية الخليجية.